بالتأكيد أن العدوان الإسرائيلي على غزة، وبما أمطرت غزة من آلاف الأطنان من القنابل والصواريخ الأمريكية الصنع من خلال الطائرات الإسرائيلية وقوات المدفعية الإسرائيلية والبحرية على أرض محدودة المساحة 350 كيلومتر مربع، يقطن في هذه الأرض مدينة غزة 2 مليون نسمة، كثافة سكانية عالية. ونشاهد نتيجة هذا العدوان الإجرامي الإرهابي الصهيوني سقط إلى الآن بعدد تجاوز 4600 شهيد، بينهم لا يقل عن 1700 طفل من أطفال أبناء غزة. منظر إجرامي يعبر عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي، اللي ليس غريب لأن نقول هذا الاحتلال صفته الإرهاب، لأنه بالأساس كون وبناء الكيان الصهيوني بمئات الجرائم، وخاصة مسجل في تاريخه الأسود لا يقل عن 55 مجزرة تمثل إبادة ضد الشعب الفلسطيني. تاريخ أسود لهذا الاحتلال الصهيوني اللي اليوم وصل إلى تدمير غزة، بأن خرج إلى هذا اليوم 7 مستشفيات في غزة عن العمل، وخرج أيضا عن العمل 25 مستوصف، بالوقت الحاجة الضرورية للإنسان الفلسطيني في غزة اللي يواجه العدوان الصهيوني الإرهابي بجحيم من القنابل والصواريخ اليومية التي تنهال على قرى ومخيمات في غزة، تدمر المراكز الطبية، بل يزيد من حقده الاحتلال، يطالب بإخلاء المستشفيات. ونقول بهذه المرحلة أنهم بحاجة إلى مستشفيات لإعانة الجرحى، حيث وصل عدد الجرحى إلى 14,000 جريح. ونذكر لكم تقرير وزارة الصحة الفلسطينية من خلال متابعتها للحياة الاجتماعية الفلسطينية. فلسطين والقدس وغزة بالأساس مقدمة خلال هذه الفترة بين أيام محدودة على حالة ولادة ل50,000 سيدة فلسطينية بموعد مع الولادة. هؤلاء النساء يجب أن يوفر لهم المراكز الطبية لرعاية الولادة، لرعاية الجنين، لتوفير ما يلزم من مستلزمات لنساء فلسطين. أولا وقف إطلاق النار، وقف العدوان على غزة، وهذا ما يضمن حياة الإنسان الفلسطيني في غزة، ووقف الجريمة والإرهاب، ووقف ارتفاع عدد الضحايا والشهداء. والشيء الثاني هو مطلوب توفير الممر الآمن لوصول المساعدات إلى أبناء شعبنا في غزة، ليكون لهم إمكانية مواصلة الحياة بكل مستلزمات الحياة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يحرمه منها بشكل ممنهج من خلال حقده وكراهيته للإنسان الفلسطيني. كان الموقف النبيل بإرادة مؤسسة البرزاني الخيرية إلى تقديم المساعدة لأبناء شعبنا الفلسطيني في غزة. وكان لقاء هنا، وكان حديث مطول حول الاستعداد المؤسسة لتقديم المساعدات، واتفقنا بالخطوط الأولى على ما هو مطلوب من توفير مساعدات مواد غذائية طبية ومستلزمات الحياة وللأطفال. وبهذا المقام تحدثنا، وإن شاء الله كان سيكون إعلان عن موعد إرسال البعثة من المساعدات. وطبعا
كان لهم رأي، وهو رأي نعتز به، أكون متواجد لحظة انطلاق البعثة، وهناك ترتيب الآليات اللوجستية لإيصالها. تعلمون يجب أن تذهب المساعدات إلى مصر ومن ثم إلى حدود فلسطين إلى رفح. هذا يتطلب النقل والترتيبات اللازمة مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في إقليم كردستان، وأيضا بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية. وكان اقتراحنا أن تكون هذه الإرسالية والمساعدات يتم توزيعها من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني، اللي للأسف نراه مدعوم تحت عنوان المكاييل، سياسة المكيالين والمعايير المزدوجة. يعني موضوع إنساني أكيد مقابلتنا، ولكن لنقول أن الرئيس بايدن جاء قبل أن يصل المنطقة وهو بأمريكا، قال بشكل واضح حل الدولتين، ونحن نقول له نعم حل الدولتين. وحين وصل الكيان المحتل كانت زيارته الصداقة والتضامن مع الكيان المحتل، وأخذ مواقف تصاعدية هي لا تصب بمصلحة الشعب الفلسطيني اللي بواجه العدوان. وجاءت جيرالد فورد وأيزنهاور والفرقاطات. كنا نتمنى بدل أن تأتي هذه البوارج الحربية أن تأتي بوارج سلام فيها كتاب، مثقفين، شعراء، أدباء من أمريكا لينقلوا رسالة سلام إلى الشعبين ويدعوهم إلى الاتفاق على ما اتفق عليه حق الدولتين. وهذا كان ممكن أن يتحقق، بدل ما أن تأتي طائرات وصواريخ وأسلحة، تأتي سفينة تحمل من أمريكا المثقفين، رجال دين، محبين، رجال دين مسيحيين ويهود ومسلمين، ويأتوا مع المثقفين والشعراء والأدباء والإعلاميين لينقلوا صورة إنه نحن الإنسان العالم ليكن هذا شيء جديد، ويكون تحقيق المعجزة التاريخية بتحقيق السلام العادل بين الشعبين الفلسطيني والكيان المحتل. الآن نقول عنه كيان محتل، نقول عدو. إذا تحقق السلام ممكن أن نقول له الجار. إذا كانت العلاقة الطيبة نقول الجار الوفي. وللأسف كمان إنه رئيس الوزراء البريطاني جاء بزيارة وجاء معه الأسلحة والآليات ونزل من طائرة تحمل الأسلحة ويقول دعم لإسرائيل. إننا نقول أن هذه السياسة لا يمكن أن تحقق سلام، وإن كان هو كرئيس وزراء بريطانيا كان عليه أن يخطو خطوة نحو السلام